هو إحنا مسؤولين عن السعي والّا عن النتيجة، والّا عن السعي والنتيجة، والّا مش مسؤولين عن حاجة خالص؟ هو ده اللي إن شاء الله هنتكلم عنه النهارده في الvlog. أتمنى بإذن الله إن هي تكون حلقة لذيذة وفيها متعة بصرية وسمعية واستفادة إن شاء الله، وتكون فيها هدوء لنفوسكم وقلوبكم بإذن الله. أنا أروى ويلا بينا نبدأ إن شاء الله كلامنا النهارده، أو نقدر نقول رغينا، لإن أنا بصراحة باحب الرغي جدًا، مش هانكر حاجة زي دي، باحب أتكلم أوي الحمد لله رب العالمين يعني. بصوا يا جماعة، تعالوا نتكلم عن النقطة اللي أنا لسه بتكلم لسه قايلاها في المقدمة. هو احنا مسؤولين عن ايه؟ طبعا كلنا عارفين الإجابة، انتوا أصلا مش داخلين الفيديو عشان تعرفوا الإجابة، انتوا عارفين ان احنا مسؤولين عن السعي بس هل معرفتي بالشيء بتقتضي ان أنا يعني أو بتلزمني ان أنا أطبقه؟ لا للأسف، أغلبنا مش بيعمل كده، أغلبنا عارف الحاجة بس مش بيطبقها. أصلا مشكلتنا في هذا الزمان العصيب ان احنا ما بنطبقش. احنا سمعنا فيديوهات كتير قوي، خوفنا حاجات كتير قوي تفوتنا، ياما سمعنا واتفرجنا على فيديوهات وشوفنا ورحنا وجينا، ويمكن ناس راحت ندوات ومحاضرات وايفنتات، بس طبقته؟ السؤال المهم، هل طبقنا اللي احنا سمعناه؟ لا ما طبقناش. احنا بس بنحب ان احنا نخزن بس المعلومات علشان ما نحسش ان ايه، ان في حاجة فايتانا، خايفين ان حاجة تفوتنا. فيا جماعة انتوا عارفين ان انتوا مسؤولين عن السعي، ولكن الحقيقة المرة ان انتوا بتهلكوا نفسكم في النتائج، بتهلكوا نفسكم بالتفكير في النتيجة. انا لو اديت المجهود اللي انا بديه في ان انا افكر النتيجة هتكون ايه، نفس المجهود اديته لنفسي في ان انا اسعى علشان اوصل للنتيجة دي، والله ممكن اوصل. طيب تعالوا نفترض حاجة، احنا ما وصلناش، احنا سعينا وعملنا كل اللي علينا ما وصلناش، خلاص يبقى هو ده مش خير. بصوا يا جماعة، حرفيا كلنا كان نفسنا في حاجات في يوم من الايام وما حصلتش. يعني مثلا انا واحدة من الناس كان نفسي قوي ان انا اخش كلية صيدلة، وكنت بقى اللهم صيدلة ومش عارف ايه. سبحان الله ربنا رزقني ان انا دخلت كلية علوم. والله 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 وربنا وحده يعلم اني لو رجع بيا الزمن هدخلها تاني، مش حبا في الكلية ابدا ابدا، هي اصلا كلية يعني التهمت زهرة شبابي ودمرتها طبعا، ولكن حبا في الحاجات اللي استفدتها من ورا الكلية، حبا في الصحبة، حبا في الدفعة الكويسة المتعاونة، حبا في ان مشوار المترو اللي انا ما كنتش بحبه دوت طلع من وراه خير كبير جدا، وكان سبب ان انا اغير عقليتي واغير نفسي واقرا اكتر واتعرف على نفسي اكتر، حبا في ان ربنا رزقني ساعتها بصحاب كانوا طريق ان انا يعني كانوا سبب ان انا اشق طريق اكتر لربنا، واني احفظ قرآن اكتر وبجودة افضل. اي نعم دلوقتي الانسان يعني رجع لورا شوية، ولكن الحمد لله رب العالمين، ما دمنا بنتنفس فاحنا بنحاول يعني. ف مش عارفة مين صراحة اللي هيسمع الفيديو دوت، بس اتمنى ان شاء الله ان انتوا تفهموا النقطة دي. انتوا عارفين ان السعي بس هو اللي عليكم، النتيجة على ربنا. فلازم يكون عندنا قناعة تامة 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 ان الخير فيما اختاره الله. هو ايه بقى؟ ملناش دعوة، ملناش دعوة بجد. انا عارفة ان الكلام دوت يبان قاسي شوية على قلوبكم وعلى نفوسكم، ولكن صدقوني التسليم لله اسلم طريق يخليكي تقللي الاحساس بالقلق والخوف، ان انتي تعملي الحاجه وانتي مسلمه امورك لله، وان انتي ما تقعديش دايما مش على بعضك كده وعايزه كل حاجه تبقى كامله. ما هو معلش يعني ازاي؟ انا طبعا حاسه ان انا بجلد نفسي بهذا الكلام، ولكن دي حقيقه. اللي هو انتي بتعملي اي حاجه حتى بقى في شغل البيت، لا دي مش مظبوطه، الملايه مش معدوله، لا انا وحشه، ده انا النهارده ما كنستش البيت كله، ده أنا النهارده ما اعرفش ايه. يا جماعه رفقا بانفسكم، اقعدوا مع نفسكم وقولوا لها انا اسفه يا نفسي، انا اسفه يا نفسي ان انا برهقك وبحملك ما لا تطيقي. ربنا سبحانه وتعالى مش هيسألك انت عملتي حاجة كاملة ولا لا، هيسألك انت عملتيها اصلا ولا ما عملتيهاش، انت سعيتي ولا ما سعيتيش. يعني انت بس ابدأي وربنا هيكمل لك اللي ناقص. او اقول لك على حاجه، هو ربنا اصلا اللي هيرزقك بفضله ورحمته، يعني انت اصلا بس يعني بتعملي الحاجه علشان ترفعي عن نفسك الحرج، ليس الا. لكن ربنا قادر ان هو يعطيكي بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. واخيرا هختم لكم بكلمه مهمه، او خلينا ما ينفعش نقول ان هي كلمه، بايه مهمه جدا جدا كلنا حافظينها: وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الاوفى، ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فانتي ركزي كده هوت في الايات بتاعه سوره النجم دي وهتطمئني جدا والله العظيم. ربنا بيقولك وان ليس للانسان الا ايه، الا ما سعى. ما قالش الا ما وصل، الا ما ذهب، الا لا، هو اللي سعيتي ليه فقط، انت عليكي السعي فقط، بذل الاسباب فقط، وسيبي الباقي على رب الاسباب، او اقولك سيبي كله على رب الاسباب. وهو سبحانه قادر انه ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. ان شاء الله تكونوا حسيتوا كده ان انا صاحبتكم اللي بتكلمكم وبتطبطب عليكم لو انتوا بتمروا في لحظات صعبة.
طبعا انا ما بقرأش من سكريبت ولا اي حاجة. بصراحة دوت اللي انا قررته في الفيديوهات الطويلة، ان هي تكون بس مجرد ان انا بأطلق العنان للساني ولخيالي ان انا اتكلم معاكم. وان شاء الله ربنا يرزقكم من واسع فضله وواسع رحمته يا رب العالمين. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة، وتعملوا لايك، وتكتبوا كومنت لذيذ زيكم. انا بحبكم جدا حتى من غير ما اشوفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.